ازاي تخسر وزن من غير ترهلات؟ ازاي تخسر وزن والجسم يبقى مشدود؟ خليني اقول لكم ان سبب الترهلات دي حاجتين اتنين. اول حاجه النزول السريع في الوزن ونسبه العضلات اللي بتقل. ببساطه لو وزنك عالي وعايز تخس من غير لما يحصل لك ترهلات في الجلد، لازم تاخد بالك كويس قوي من الحاجات دي، انك دايما ما تخسرش وزن بسرعه، وده عن طريق ان انت تقلل الكالوريز انتيك بتاعك او السعرات اللي داخله جسمك بشكل تدريجي، وطبعا مش انك تحرم نفسك من الاكل، ودايما ما تستعجلش النتائج. تاني حاجه تمارين المقاومه من اكتر الحاجات اللي هتقلل من الترهلات اللي ممكن تحصل في جسمك، علشان ببساطه بتملى الفجوه اللي بتحصل مع نزول الدهون، الماسلز قدامها بتزيد، فبيمنع حدوث ترهلات في الجسم. في الاخر خليني اقول لكم ان الهدف النزول في الوزن ان انت تحسن صحتك وتحسن شكل جسمك، مش ان انت تدخل في مشاكل تانية صحيه وتبدا تلوز الماسل ماس ويبدا شكل جسمك يبقى مش مشدود ويبقى شكل جسمك مش احسن. ده بالعكس هيبقى للأسوأ. ولو انت عايز توفر على نفسك التجربه دي وتبقى مع تيم متخصص، ممكن تبعت لنا على تيم عز ونقدر نساعدك في ده. احنا عملنا ترانسفورميشنز لكلاينتس كتيره قوي كان عندهم المشكله دي، والحمد لله قدرنا نعالجها من البدايه. مستنيكم في تيم عز.